في 20 ديسمبر 2019 يتعاقد نادي أرسنال مع مدير فني جديد خلفا لأوناي إيمري، وهو المدرب الشاب ميكيل أرتيتا، وهو كان مدرب مساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي. وعلى مدار أكتر من 4 سنوات يقود ميكيل أرتيتا ثورة داخل نادي أرسنال، هي من أكبر الثورات اللي قامت في دنيا كرة القدم في العصر الحديث. أهلا وسهلا بحضراتكم. بعد ما اتكلمت معاكم في فيديو مايكل إدواردز عن إزاي فرقة ليفربول المرعبة بقيادة محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأليسون وفيرمينو وماني اتبنت عن طريق مايكل إدواردز، وبعد ما اتكلمت معاكم إزاي بيحصل دلوقتي إعادة بناء لفريق ليفربول عن طريق الشباب بتوع أكاديمية النادي في فيديو أكاديمية ليفربول، وبعد ما اتكلمت معاكم عن إزاي ريال مدريد تم بناء 3 فرق أو 3 أجيال مختلفة في آخر 20 سنة كلهم أفضل من بعض في فيديو فلورنتينو بريز المستبد المستنير، وبعد ما اتكلمت معاكم عن ازاي النادي الاهلي في اخر 30 سنة بنى 3 اجيال ال3 اقوى من بعض في فيديو فن غربلة فرق الكورة. ده الوقت بقى ان احنا بقى نتكلم مع بعض عن الثورة الحقيقية في كرة القدم في التاريخ الحديث، يعني تعتبر من اقوى واعنف وافضل الثورات اللي قامت في اي فرقة كورة وفي اي نادي في التاريخ الحديث في اخر 30-40 سنة، وهي ثورة ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال اللي عملها في فرقة كورة نادي أرسنال. ومن خلال الثورة ديت قدر ميكيل أرتيتا إن هو ينقل نادي أرسنال من فريق منتصف جدول في موسم 19-20 ينقله يخليه فريق مقدمة قادر على مناطحة مانشستر سيتي بتاع بيب جوارديولا. أرتيتا اللي نقل سكواد أرسنال اللي كان موجود في 19-20 من سكواد مليان عيوب ومليان ثغرات لتاني أكبر سكواد على مستوى العالم من حيث القيمة التسويقية في 2023-2024 بعد مانشستر سيتي مباشرة. ولك أن تتخيل يا صديقي المشاهد إن ميكيل أرتيتا لما تولى الإدارة الفنية لأرسنال في ديسمبر 2019 كان السكواد بتاع أرسنال فيه 35 لعيب. 35 لعيب. حاليا في السكواد بتاع 2023-2024 فقط 5 لعيبة من ال 35 دول هم اللي موجودين في سكواد أرسنال الموسم ده. وخلي بالك بقى من النقطة دي، ده على الرغم إن السكواد بتاع 2019-2020 كان معدل الأعمار فيه 24 سنة، وهو معدل أعمار شاب جدا وصغير جدا، يعني معدل أعمار أو قايمة ما ينفعش يتعامل فيها الغربله الواسعه والثوره الواسعه اللي عملها ميكيل ارتيتا، ان هو يبقى في 30 لعيب مش موجودين و5 بس هم اللي مكملين. ولكن الغربله ديت ليها اسبابها، ولو كملت معايا الفيديو هتعرف ايه هي الاسباب. بس اوعى تنسى ان ميكيل ارتيتا استبدل 30 لعيب ب 30 لعيب تانيين مختلفين خالص عنهم في 4 سنين بس. وهنتكلم بقى عن النقط اللي من خلالها ميكيل ارتيتا نجح ان هو يعمل الثوره ديت في سكواد ارسنال وفي نادي ارسنال اللي هو عمل له يعني ما يشبه تغيير جلد بالكامل. انت عارف التعبان كده ما يغير جلده؟ هو ميكيل ارتيتا مع ارسنال عمل كده زي التعبان. ارسنال في 4 سنين غير جلده بالكامل، واللي شاف ارسنال من 4 سنين وشاف الفرقه دلوقتي يقول دي فرقه يعني او ده نادي وده نادي مختلف عنه تماما. نادي ارسنال مر بفترات كتيره جدا مظلمه حتى مع ارسن فينجر، وكان نادي كان كل طموحه ان هو يتواجد في المربع الذهبي. كان نادي كل طموحه ان هو يجيب لعيبه صغيره في السن او لعيبه في نهايه كاريرها شبعت من كل حاجه وجاي تخلص او تنهي مشوارها الكروي في ارسنال. دلوقتي ارسنال ميكيل ارتيتا مختلف تماما عن اللي انا بتكلم فيه دوت. فريق شرس، فريق عنده طموح كبير جدا، فريق بيلعب كرة حديثة، فريق قدر ان هو يتنقل من نص الجدول للقمة، بيناطح مانشستر سيتي على بطولة الدوري وبيناطح ليفربول على بطولة الدوري، ووصل لدور الثمانية في دوري ابطال اوروبا. فمن خلال 4 نقط نقدر بقى نفهم ميكيل ارتيتا عمل ايه. لكن قبل ما نخش في ال4 نقط انا حابب يعني ادي بعض الامثلة عن اللعيبة اللي سابت ارسنال في ولاية ميكيل ارتيتا، وهي اسماء كبيرة. على سبيل المثال للحصر ميكيل ارتيتا استغنى عن مسعود اوزيل
اوباميانج، لاكازيت، نيكولاس بيبي، ديفيد لويز، مصطفاي، تشاكا، بيليرين، وجندوزي. ده بس على سبيل المثال. يعني احنا قلنا القايمه كانت 35، اللي مكمل معاه دلوقتي 5. ودلوقتي بقى نخش في صلب الموضوع ونعرف ازاي ميكل ارتيتا عمل الثوره العظيمه دي في نادي ارسنال. الحاجه الاولى اللي احنا هنتكلم عنها هي غربله السكواد المعيوب. ميكل ارتيتا لما استلم نادي ارسنال لقى معاه قايمه فيها 35 لاعب. ال 35 لاعب دول رغم ان هم كتير، بس السكواد كان فيه ثغرات ومشاكل كتيره. مفيش عمق للسكواد او depth of the squad. يعني عشان نعرف اكتر او نفهم اكتر ميكل ارتيتا ايه المشكله اللي واجهته، لازم نعرف اولا ايه هو عمق السكواد. عمق السكواد ان انت عندك دلوقتي 11 لعيب اساسي. الباقيين بقى اللي هم المفروض في سيتويشن بتاع ميكل ارتيتا عندنا 24 لاعب غير ال 11 الاساسيين. ال 24 دول انت لازم تلاقي فيهم احتياطيين بما يكفي لكل المراكز. ومش كده وبس، الاحتياطيين دول لازم يكونوا على نفس مستوى الكفاءة بتاعة الأساسيين. ده معنى عمق السكواد. يعني لما يتقال المصطلح دوت قدامنا بعد كده الفرقة دي ما فيهاش عمق في السكواد، ده معناه إن الأساسي ما يبقاش عنده احتياطي جيد، واحتياطي واتنين مش احتياطي واحد بس، جيدين بما يكفي إن هم يسدوا مكان الأساسي دوت لو حصل له إيقاف أو حصل له إصابة. والسكواد برضو اللي هو استلمه ارتيتا دوت كان فيه، يعني بجانب ان هو مفيش عمق السكواد، كان السكواد مكون من لعيبه صغيره في السن بيتم المراهنه عليها وعلى مستقبلها بدون اي خبرات او دلائل ليهم. وعلى الجانب الاخر لعيبه كبيره في السن شبه مشطبه جايه تخلص كاريرها وتعتزل في نادي ارسنال. يعني مثلا على سبيل المثال زي ديفيد لويز وزي مسعود اوزيل. ما كانش فيه اللعيبه الوسط اللي هي في عز توهجهم الكروي وفي نفس الوقت عندهم خبرات تساعد الفرقه. يعني الفرقه كانت منقسمه يا اما شباب قوي يا اما لعيبه جايه تشطب في ارسنال. فكان اللعيبه اللي هي الوسط دي بقى اللي هي اللي هتساعد الفرقه فعلا كان عددها قليل. فدي عيوب السكواد اللي لقاها ميكل ارتيتا، اللي السكواد ملوش عمق، والسكواد كان منقسم ما بين تو كاتيجوريز من اللعيبه مش هتساعد الفرقه قوي. فده خلاه بدايه من 2020 وعلى مدار 7 فترات انتقالات ما بين صيف وشتاء، ميكل ارتيتا عمال يفلتر ويغربل في الفرقه اللي هو لقاها ديت اللي هو ال 35 لعيب، ويشتري لعيبه. بدا يستبدل ال 30 لعيب اللي هو لقى فيهم ان هم مش هيساعدوا ارسنال كتير في الفيجن بتاعته، ويستبدل ال 30 دول بقى ب 30 جداد اكفاء وباستراتيجيه مختلفه خالص هنتكلم عليها في النقطه بتاعتها. انضم لنادي ارسنال على مدار 4 سنوات العديد من اللعيبه الاكفاء. على سبيل المثال لا الحصر جورجينيو، رامسديل، ديفيد رايا، جابرييل جيسوس، تروسار وهافرتز وديكلان رايس وتوماس بارتي وبين وايت. فقدر ميكل ارتيتا ان هو يعمل غربله لفرقه ارسنال وغربله للسكواد، وقدر ان هو يتغلب على مشكله عمق السكواد ويتغلب على مشكله التفاوت ما بين اللعيبه التو كاتيجوريز اللي هم صغيرين قوي في السن واللعيبه اللي هي قريبه من الاعتزال. النقطة التانية اللي من خلالها عمل ميكل ارتيتا ثورة في نادي ارسنال هي نقطة ان هو ظبط اوضة اللبس. ميكل ارتيتا لما استلم ارسنال في ديسمبر 2019 كان عنده فيري توكسيك دريسنج روم، اوضة لبس يعني بقلشة المدرب السابق اوناي ايمري. رغم ان المدرب دوت مدرب شاطر جدا وكان واخد مع اشبيلية 3 دوري اوروبي ورا بعض، هو مدرب كويس يعني مش مدرب اي كلام. ومع ذلك لما جه ارسنال بعد حقبه ارسن فينجر، وده على فكره بيحصل في انديه كتير، يعني بعد ما يبقى في مدرب عبقري وعظيم ويقعد فتره طويله مع فرقه، المدرب اللي بعديه غالبا بيفشل، وبيفشل بسبب اوضه اللبس. يعني الموضوع ده حصل في السبعينات في نادي ليدز. نادي ليدز في السبعينات في الفتره بتاعت 74 75 كان عنده مدرب عظيم عبقري اسمه دون ريفي. مدرب دون ريفي دوت ضرب الاهلي على فكره. فكان بيدرب نادي ليدز وقعد مع ليدز فتره طويله واخد مع ليدز بطولات انجليزيه كتير دوري وغيره. فدون ريفي حصل ان هو مشى تولى الاداره الفنيه لمنتخب انجلترا. فكان في وقتها مدرب كده لامع في انجلترا كان بيدرب على ما اعتقد ديربي كاونتي اسمه براين كلاف.
براين كلاف ده من المدربين العظام اللي جم في تاريخ انجلترا. فنادي ليدز يعني باي ديفولت كده اول ما دون ريفي مشي راح جايب براين كلاف، عشان كلاف كان منور جدا في انجلترا وعامل شغل جامد جدا مع ديربي كاونتي. اعتقد كان واصل بيهم لقبل نهائي دوري ابطال اوروبا، واخد طبعا مع ديربي كاونتي الدوري الانجليزي. فحصل ان براين كلاف رغم ان هو مدرب يعني عظيم وعامل شغل كبير جدا في انجلترا مع فرقه مش كبيره، اتبقلش اتبقلش في ليدز على ايد اللعيبه القدام اللي هم لويال ل دون ريفي. فوارد جدا يحصل حاجه زي كده بعد حقبه المدرب العبقري العظيم اللي بتطول مع نادي ويعمل معاه فتره انجازات كبيره، المدرب اللي بعديه على طول غالبا بيتبقلش من اوضه اللبس. فده حصل مع اوناي امري عن طريق مجموعه من اللعيبه على راسهم مسعود اوزيل وديفيد لويز مصطفاي جندوزي وغيرهم. يعني كانت في شله كده في اوضه اللبس عامله مشاكل، فقدر آه، ميكل ارتيتا ان هو يتخلص من الشله ديت تباعا واحد ورا التاني، وخصوصا يعني مسعود اوزيل كمان دخل معاه في كلاش، فقدر ان هو يتخلص منه ويتخلص من الباقيين عشان الحفاظ على اوضه اللبس والسيطره على اوضه اللبس دي من الحاجات المهمه جدا لنجاح اي مدرب. وكان اخر واحد من الشله الغير منضبطه الفاسده اللي كانت موجوده في ارسنال مشى، اخر واحد مشى كان اوباميانج، ومشى بعد ما جرده ميكل ارتيتا من شرط الكابتن ودخل معاه في مشاكل انضباطيه كتيره. ومن الحاجات برضو اللي تحسب لميكل ارتيتا ان هو مشى بير ايمريك اوباميانج وهو كابتن الفرقه وهو مسنود من اشخاص في اداره ارسنال. يعني كان اوباميانج كان فرخه بكشك وكان جولدن بوي في ارسنال وهداف للفرقه وكذا وكذا وكذا، فكان في ناس في الاداره بتاعت ارسنال مش عايزه تمشيه. لكن ميكل ارتيتا من خلال شخصيته قويه ومن خلال ان هو عايز يفرض كلمته من دي 1 على الفرقه قدر ان هو يمشي ويستغنى عن اوباميانج رغم انف الناس اللي سانده اوباميانج في الاداره. ودي كانت رساله لكل اللعيبه في ارسنال، مين هو اللي مسيطر، مين هو اللي ليه الكلمه العليا على السكواد. فكله فهم ان ميكل ارتيتا مش عظمه طريه، لا ده عظمه ناشفه نابو ازرق ومسيطر سيطره تامه على السكواد. ومن هنا بقى نخش في علاقته بمحمد النني لاعبنا المصري الجميل. يعني هي قصته مع محمد النني، يعني قصه ميكيل ارتيتا مع محمد النني مرتبطه بالقصه اللي حكيتها لكم بتاعت الدريسنج روم دي او التوكسيك دريسنج روم. ان هو جه لقى في شلاليه، في ناس مبوظه اوضه اللبس. وكان في الفتره اللي مسك فيها ارتيتا ارسنال كان محمد النني معار لبشكتاش التركي. فبعد ما خلص السيزون بتاع 19 20 رجع محمد النني في الصيف بتاع سنه 20 لارسنال تاني. فكان ارتيتا طبعا لسه ما اتعاملش معاه، وكان ارتيتا بقى في الباك جراوند بتاعه ان في لعيبه قديمه موجوده في الفرقه عامله شله وعامله توكسيك اتموسفير وممشيين اوناي امري يعني مخلينه مقال. يعني امري كان ماشي مقال من ارسنال من الاداره. فكان يحسب ان محمد النني احد اعضاء الشله الفاسده دي، فاذا بيه يفاجئ بمحمد النني باتيتيود مختلف تماما عن اللي كان متوقعه، وان هو لعيب منضبط، لعيب خارج الشله الفاسده دي، لعيب بيعمل بوزيتيف اتموسفير في اوضه اللبس، بيساعد جدا زمايله، بيتكلم معاهم بشكل ايجابي جدا. فده سر حب بقى ميكل ارتيتا لمحمد النني. وده اللي خلاه بعد احد المباريات اللي محمد النني شارك فيها وادى بشكل جيد ان ميكل ارتيتا يطلع يصرح بعد الماتش ان محمد النني دوره ايجابي جدا جوه الملعب وبره الملعب. وده اللي مخلي محمد النني رغم انه مش بيشارك كتير في ارسنال بس موجود. يعني هو مش بيشارك وده كانت علامه استفهام لناس كتيره. يعني يقول لك هو موجود في ارسنال مبسوط ان هو احتياطي وفي نفس الوقت ارسنال بيجدد له مش بيمشيه. ليه؟ عشان ميكل ارتيتا لقى ان محمد النني مهم جدا بالنسبه له في اوضه اللبس ودوره ايجابي جدا حتى لو مش بيشارك كتير بس ليه دور ايجابي في اوضه اللبس اللي ميكل ارتيتا عايز يسيطر عليها ويخلي فيها بوزيتيف اتموسفير بيساعده فيه محمد النني. ونيجي بقى للنقطه الثالثه اللي من خلالها ميكل ارتيتا عمل ثوره عظيمه في نادي ارسنال، خلى شكله في 2023 2024 مغاير تماما ل 2019 2020، وهي نقطه تغيير استراتيجيه النادي. والنقطه دي مهمه جدا، يعني من اهم الاسباب اللي مخليه ارسنال فريق شرس، فريق جماعي،
فريق قوي جدا على المستوى النفسي وعلى المستوى الفني في الفتره دي. زي ما قلت قبل كده في الفيديو ان ارسنال كان ماشي باستراتيجيه ان احنا الحمد لله على وجودنا في المربع الذهبي، احنا مش عايزين من الدنيا اكتر من كده يا ابني، احنا عايزين نبقى موجودين في المربع الذهبي ونشارك في دوري ابطال اوروبا، ده حلمنا طول عمرنا. والاستراتيجيه ديت كانت ماشيه حتى ايام ارسن فينجر. فبمجيء ميكل ارتيتا بالثوره العظيمه اللي هو عملها في السكواد، وبالثوره العظيمه اللي هو عملها في الاتيتيود، وبالثوره العظيمه اللي عملها في الفكر بتاع اللعيبه، وبانتقائه للعيبه معينه بليفل معين، كان حتما ولابد ان استراتيجيه النادي تتغير للافضل. فبدا يتكلم بقى مع الاداره، احنا يا جماعه مش هنكتفي بالمربع الذهبي، مش هنكتفي بان احنا نلعب في دوري ابطال اوروبا، احنا عايزين ننافس على الدوري، عايزين ننافس على دوري ابطال اوروبا. فديت بقت استراتيجيه اداره نادي ارسنال اللي من خلالها شفنا حاجات ما كناش بنشوفها قبل كده في ارسنال. صديقي المشاهد، انت عمرك شفت ارسنال بيشتري لاعب باكتر من 100 مليون يورو؟ انا شخصيا عمري ما شفته بيشتري لاعب بنص المبلغ ده. فنلاقي الصفقات بقى بتاعت ارسنال في الفتره الاخيره ماشيه مع الاستراتيجيه الجديده اللي عملها ميكل ارتيتا مع الاداره، ان احنا يا جماعه عايزين ننافس على الدوري، عايزين ننافس على دوري ابطال اوروبا، فلازم يكون عندنا لعيبه بكريتيريا معينه. وعشان نوضح النقطه ديت، احنا عندنا في الامباكت بتاع اللعيبه اللي انت بتشتريها 3 مستويات او 3 امباكتس او 3 تاثيرات. انت عندك لعيب شورت تيرم امباكت، يعني تاثيره immediately، يعني بيحصل اول ما تشتريه تلاقي تاثيره في الملعب، ده اسمه شورت تيرم. وغالبا اللعيب دوت بيبقى كبير شويه في السن، يعني هو مش كبير قوي، مش عجوز ومش صغير قوي ومش لسه بيتوهج. اللعيب ده ممكن تلاقيه مثلا 29 30، اللي هو تروح جايبه وحطه في الملعب تلاقي ليه تاثير مثلا مباشر. والنوع التاني اللي هو مودريت تيرم امباكت، اللي هو التاثير المتوسط. التاثير المتوسط دوت اللي هو اللعيب اللي نجمه بدا يطلع، بدا يتوهج، اللي هو بيبقى عنده 23 24 25، التوهج بتاعه لسه في بدايته، فانت بتلحقه تخطفه يديك بقى التوهج بتاعه كامل، ده اسمه مودريت تيرم امباكت. وفي اللعيب الثالث اللي هو لونج تيرم امباكت، اللي هو التاثير بقى على المدى الطويل، ده اللعيبه الصغيره الشباب اللي هي مثلا 18 19 20. فارسنال كانت استراتيجيته في الصفقات دايما رايحه للعيبه اللي هي لونج تيرم امباكت، اللي هي الشباب الصغيرين الناشئين، واللعيبه اللي هي شورت تيرم امباكت، اللي هي اللعيبه اللي انت بتاخد منها تاثير مباشر دلوقتي immediately بيحصل، بس مش بيديك لونج تيرم. يعني هو اللعيب دوت يعني يديك سنه سنتين ثلاثه وبعد كده بيحصل له ديكلاين. ما كانش في ارسنال بقى يعني حسابات ان هم يشتروا المودريت تيرم امباكت او اللعيب اللي هو لسه في بدايه توهجه او في عزه. اللعيب ده بدا بقى ينور وبقاله سنه او سنتين بالكتير منور. يعني اقربها لك كده زي في الاهلي امام عاشور. يعني امام عاشور هو مودريت تيرم امباكت تيبيكال، اللعيب اللي عنده 23 24 25 وفي بدايه توهجه. ارسنال في استراتيجيته في الصفقات كانت اللعيبه دي خارج حساباته، عشان اللعيبه ديت دايما بتبقى غاليه، دايما بتبقى اسعارها كبيره وقيمتها التسويقيه كبيره. فمع تغيير الاستراتيجيه بتاعت ارسنال ان هم عايزين ينافسوا على الدوري وينافسوا على دوري الابطال، بدا يتوجه ارسنال للفئه دي من اللعيبه المودريت تيرم. وشفنا بقى صفقه فوق ال 100 مليون يورو، صفقه قياسيه في الدوري الانجليزي مش في ارسنال بس، وهو ديكلان رايس من نادي ويست هام ب 105 مليون يورو، الصفقه التي تعدت صفقه جريليتش في مان سيتي من استون فيلا. فانا واحد من الناس قاعد كده بتفرج على سوق الصفقات، استغربت جدا ازاي ارسنال بيدفع المبلغ دوت في لعيب متوهج او بادئ يتوهج في انجلترا. يعني ده مش الموديل بتاع صفقات ارسنال، ديكلان رايس بالذات. وغير ديكلان رايس، ارسنال مثلا جاب هافرتز من تشيلسي، جابه ب 65 مليون يورو، رقم برضو. هافرتز لسه 24 تقريبا، لسه في بدايه برضو توهجه، موديل تيرم. جابرييل جيسوس من مان سيتي ب 45 مليون يورو، اللاعب عنده 26 سنه، لما جه ارسنال تقريبا كان عنده 25 او 24 وكسور، لسه في بدايه توهجه. زينشينكو نفس القصه برضو من مان سيتي. فارسنال بدا بقى يبص في الفئه ديت من اللعيبه اللي هي المودريت تيرم امباكت، اللي هي اسعارها كبيره، بما يتناسب بقى مع الاستراتيجيه الجديده اللي عملها ميكل ارتيتا. احنا عايزين ناخد الدوري، احنا عايزين دوري ابطال اوروبا. والنتيجه ان ارسنال بقاله سنتين فعلا بينافس على الدوري،
والسنه دي في دور الثمانيه من دوري ابطال اوروبا، والتوقعات في صالح ارسنال ضد بايرن ميونخ بناء على المستوى اللي احنا شفناه من الفريقين السنه دي. فالاستراتيجيه الجديده اللي عملها ميكل ارتيتا مع الاداره، سواء على مستوى الفيجن وعلى مستوى الجول او الهدف اللي هم عايزين يوصلوا له، تماشيا مع استراتيجيه الصفقات، الاثنين ناجحين والاثنين مودين ارسنال في حته احنا ما شفناهوش او مش متعودين ان احنا نشوفه بقالنا فتره كبيره في الحته ديت يعني. وعلى فكره في الحته بتاعت السكواد، انا ذكرت ان هو كان فيه 35 لاعب ومعدل اعمارهم 24 سنه. السكواد اللي هو غربله او نسفه او عمل ثوره عليه ميكل ارتيتا، 35 لاعب ومعدل اعمار 24 سنه اللي هو معدل اعمار شباب. فكان السكواد ده مكون من لعيبه كتيره جدا في اللونج تيرم امباكت، او لعيبه ناشئين او شباب لسه مش معروف اولهم من اخرهم. وكان في برضه على الجانب الاخر لعيبه اللي هي شورت تيرم، اللي هي اللعيبه ال 29 30 31 32. فالاثنين مع بعض عملوا معدل الاعمار ال 24 ده. ونيجي بقى للنقطه الرابعه والاخيره اللي من خلالها ميكل ارتيتا عمل ثوره في فريق ارسنال، وهي نقطه تطوير اللعيبه. وفي النقطه ديت يكفي ان انا اذكر لكم ساكا الجناح اليمين المتوهج مع نادي ارسنال. لما استلم ميكل ارتيتا نادي ارسنال وفي اول مباراه في الدوري الانجليزي، كان قدامه تشكيل اساسي موجود فيه ساكا، لكن ساكا ما كانش جناح يمين في التشكيل دوت. ساكا كان باك شمال. كان لعيب اسمر نحيل عنده 18 سنه وبيلعب باك شمال. ومن خلال رؤيته للعيبه والفنيات بتاعت اللعيبه ودراستهم بشكل جيد، قدر ميكل ارتيتا ان هو يستكشف نقاط القوه في ساكا، وان هو يوظفه التوظيف الامثل لموهبته واللي يفيد من خلالها الفرقه. وقد كان ان ميكل ارتيتا نقل ساكا لجناح يمين لتنفجر موهبه ساكا ويتحول بين ليله وضحاها لاحد اعظم المواهب في اوروبا وفي العالم، ولتتضاعف يعني قيمته التسويقيه تضاعف مرعب، ويبقى من اهم 10 لاعبين على مستوى العالم. ومش ساكا بس، خلي بالك اللي اتطور مع ميكل ارتيتا. انت عندك يعني 10 لعيبه على الاقل اتطور مستواهم مع ميكل ارتيتا وتضاعفت قيمتهم التسويقيه معاه، على راسهم ساكا ومارتينيلي واوديجارد. وزي ما ذكرت كده في اول الفيديو، ان ميكل ارتيتا نقل ارسنال من فريق منتصف جدول لفريق هو الثاني على مستوى العالم من حيث القيمه التسويقيه خلف مانشستر سيتي. والقيمة التسويقية اللي زادت في أرسنال بقت مليار و120 مليون يورو على مستوى الفريق ككل. دي مش بس القيمة التسويقية بتاعت الشراء بتاعت اللعيبة ودفع الأموال أو الترانسفير فيز، لأ، ده في لعيبة زي اللي أنا ذكرتهم دول، يعني في 10 لعيبة على الأقل تضاعفت القيمة التسويقية بتاعتهم زي ما قلت، ومن خلال تضاعف القيمة التسويقية بتاعتهم زادت القيمة التسويقية لفريق أرسنال ككل. يعني بمعنى أصح أو بمعنى أوضح، ميكل أرتيتا كان ليه دور كبير جدا في نقلة أرسنال على مستوى القيمة التسويقية النقلة المرعبة دي، من خلال تطويره للسكواد ككل، من خلال تطويره لأداء اللعيبة، فتطور معاه القيمة التسويقية بتاعته. فالقيمة التسويقية لأرسنال بوم ضربت في السماء. فدول 4 نقط يوضحوا لك ازاي المدرب الشاطر، المدرب المركز، المدرب اللي عنده النو هاو. فميكل ارتيتا يعني بالمعنى الحرفي عمل ثوره في نادي ارسنال، وهو ده فعلا المدرب المشروع. يعني طبعا كلمه المدرب المشروع من الكلمات والكليشيهات اللي تم تداولها في مصر في الفتره الاخيره، خصوصا في النادي الاهلي. يعني يقول لك مدرب مشروع موسيماني، مدرب مشروع ريني فايلر. ميكل ارتيتا هو المدرب المشروع، هو نموذج للمدرب المشروع اللي بيجي يغربل القايمه، يشتغل على عمق القايمه، يستبدل اللعيبه الكسر اللي موجوده في القائمه بلعيبه على مستوى كفاءه مختلف تماما، حته تانية، ليفل تاني، يغير طموح النادي، يغير استراتيجيه النادي. بدل ما انت اتس اوكي بالنسبه لك تبقى رابع الدوري، لا، انت تنافس على الدوري. اللي يطور اداء اللعيبه بتاعته، ما يبقى لعيب موجود في مركز والبوتنشال بتاعه في مركز تاني ينقله، يبقى عنده الجرأه دي. هو ده المدرب المشروع، المدرب اللي بيتعامل حتى على المستوى النفسي عالي جدا. اتكلمت على علاقته بمحمد النني واستخدامه لمحمد النني في البوزيتيف اتموسفير في اوضه اللبس، اللي بيتعامل مع اللعيبه بتاعته على مستوى نفسي مميز، عشان هو برضو قريب منهم في السن،
قدر ان هو يسيطر على اللعيبه ديت من خلال الجو العائلي اللي عمله في ارسنال، من خلال الانضباط اللي عمله في ارسنال. المعادله الصعبه ديت صعب ان انت تلاقيها في اي مدرب. يعني هو عامل حاله من الانضباط جوه الفرقه، انضباط تكتيكي وانضباط على مستوى السلوك، وفي نفس الوقت عامل جو، يعني جو عائلي. يعني ارسنال لما بيطلع مثلا في معسكرات في البريك في الدوري الانجليزي، او يطلعوا مثلا في دورات تدريبيه او ترويجيه او كذا او كذا او كذا، بيسمح مثلا للعيبه انها تاخد اسرها معاها. فده بيزود الجانب النفسي بالنسبه للعيبه، يحسوا بالجو العائلي في معسكرات النادي. دي نقطه ايجابيه تحسب له. فهو عامل المعادله الصعبه ديت، الضبط والربط، وفي نفس الوقت في جو عائلي موجود في الفرقه، في بوزيتيف اتموسفير بيستخدم فيه لعيبه خبره زي محمد النني، هويه فنيه تكتيكيه مميزه لارسنال ما شفناهاش من فتره طويله جدا. فثوره بمعنى الكلمه عملها ميكل ارتيتا، اللي هو جيفارا الكره الانجليزيه ان صح التعبير يعني. فده اللي انا حبيت اقوله النهارده في الفيديو، واتمنى يكون يعني الفيديو عجب حضراتكم. ولو عجب حضراتكم اتمنى يعني سبسكرايب ولايك وشير، واشوفكم دايما على خير.